أهلا بكم. اليوم سنغوص في مجموعة مهمة من الملخصات الأكاديمية، يعني هنشوف كيف نظريات الإعلام والاتصال الأساسية دي بتشتغل. أهلاً بك. فعلاً هي نظريات بتكشف لنا كتير عن قوة الإعلام في حياتنا، سواء القوة الظاهرة أو حتى اللي مش بنلاحظها بشكل مباشر. صحيح. هدفنا نشوف كيف الإعلام بيشكل تصوراتنا، آرائنا، ويمكن حتى مجتمعاتنا. يعني كيف بيحط الأجندة وكيف بيأثر على فهمنا للواقع. تمام، هنبدأ من فكرة إيه اللي بنفكر فيه أصلاً، وصولاً لكيف بنفكر فيه. حلو جدا. نبدأ إذن بنظرية ترتيب الأولويات أو الأجندة. الفكرة أن الإعلام مش بيقول لنا نفكر إزاي، لكن بيقول لنا نفكر في إيه، صح؟ بالضبط، دي كانت ملاحظة أساسية في دراسة ماكومز وشو المشهورة. لما الإعلام يركز ويكرر قضايا معينة، الجمهور بيبدأ يشوفها أهم من غيرها. يعني التركيز والتكرار هم المفتاح؟ إلى حد كبير، وبيتأثر الموضوع ده كمان بطبيعة القضية نفسها. يعني مثلا قضايا قريبة من الناس زي التلوث، وكمان كثافة التغطية ونوع الوسيلة. زي التلفزيون مثلا تأثيره ممكن يكون أقوى من الصحف في النقطة دي؟ يعتقد ذلك في سياقات معينة، بس مهم نقول إن إثبات علاقة سببية مباشرة ده شيء صعب. يعني في عوامل تانية كتير غير الإعلام بتلعب دور. تمام. ده بيركز على إيه المهم. لكن في نظرية تانية بتتكلم عن كيف بيتم تناول القضايا دي، اللي هي تحليل الإطار الإعلامي، مش كده؟ نعم، هي زي ما تقول تطوير لفكرة الأجندة. التأطير ببساطة هو عملية اختيار جوانب معينة من الموضوع وإبرازها. يعني كأنهم بيحطوا الحدث في برواز معين؟ بالضبط، الإعلام مش بيقدم الأحداث كده وخلاص، لا، بيستخدم اللغة والصور والتركيز على تفاصيل معينة عشان يوجه فهمنا للحدث ده. الإطار هو اللي بيدي المعنى. مثير للاهتمام جدا. طيب، ده عن تحديد الأهمية وكيفية عرضها. ماذا عن التأثيرات اللي بتتراكم مع الوقت؟ يعني التعرض المستمر للإعلام، خصوصاً التلفزيون. هنا بقى بندخل في نظرية الغرس الثقافي. جورج جيربنر كان بيقول إن المشاهدة الكثيفة للتلفزيون بتزرع بشكل تدريجي تصور معين عن الواقع في وعينا. تزرع تصور معين؟ زي إيه مثلاً؟ يعني مثلا لو التلفزيون بيعرض عنف كتير، ممكن المشاهدين الكثيفين يبدأوا يعتقدوا إن العالم مكان أخطر مما هو عليه فعلا. في مفهومين أساسيين هنا. الاتجاه السائد، يعني آراء المشاهدين الكثيفين بتبقى شبه بعض، والرنين. الرنين؟ قصدك لما اللي بنشوفه يتوافق مع تجاربنا؟ تماماً، لما تجربة شخصية تتوافق مع اللي بيتعرض في التلفزيون، التأثير بيزيد. لكن طبعاً في انتقادات للنظرية دي، زي إنها ممكن تبالغ في الربط وتتجاهل الفروق الفردية. مفهوم. طيب، الصورة دي اللي بيغرسها الإعلام عن الواقع السائد، هل بتأثر على استعدادنا نقول رأينا لو كان مختلف؟ هي دي تحديداً فكرة دوامة الصمت. إليزابيث نويمان بتقول إننا كأفراد بنخاف من العزلة الاجتماعية. يعني لو حسينا إن رأينا ده رأي أقلية، ممكن نسكت؟ بالضبط، لو حسينا إن رأينا ضد التيار السائد اللي الإعلام بيروجه وبيركز عليه، بنميل للصمت. الإعلام هنا بيساعد في تكوين الإحساس ده بالرأي السائد من خلال التراكم والشمولية والتجانس في الرسائل. بس أكيد الموضوع مش بالبساطة دي. يعني في ناس بتقول رأيها حتى لو مختلف. طبعاً، النظرية واجهت انتقادات بخصوص قوتها الفعلية، وإنها ممكن تتجاهل عوامل تانية زي الثقافة الشخصية وقوة الرأي عند الفرد نفسه. طيب، كل ده بيركز على المحتوى وتأثيره، لكن ماذا عن التكنولوجيا نفسها؟ يعني مارشال ماكلوهان كان ليه رأي مختلف تماماً بمقولته الوسيلة هي الرسالة. مارشال ماكلوهان كان ليه رؤية جذرية. هو شاف إن شكل الوسيلة التكنولوجية نفسها وكيف بنتفاعل معها تأثيرها على المجتمع والثقافة أكبر من المحتوى اللي بتقدمه. كيف يعني؟ هو اعتبر إن وسائل الاتصال دي امتداد لحواسنا، يعني الكتابة امتداد للعين، التلفزيون امتداد للسمع والبصر معاً، وميز بين وسائل ساحنة زي الراديو والصحف اللي بتقدم معلومات كتير ومحتاجة مشاركة قليلة مننا، ووسائل باردة زي التلفزيون والمحادثة اللي بتقدم معلومات أقل وبتطلب مننا تفاعل أكبر عشان نكمل الصورة. فكرة عميقة، بس ألا يعتبر ده تجاهل كبير للمحتوى؟ دي كانت من الانتقادات الأساسية ليه، إنه بالغ في دور التكنولوجيا وأهمل المحتوى والعوامل الاجتماعية التانية. التركيز على الوسيلة ده بيفكرني بنقطة تانية، وهي الوصول للوسيلة دي أصلاً. هل ده يربطنا بفكرة الفجوة المعرفية؟ تماماً.
نظرية الفجوة المعرفية بتقول إن تدفق المعلومات في المجتمع خصوصاً عبر الإعلام بيميل إنه يزود المعرفة عند الناس اللي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أعلى بوتيرة أسرع من الفئات الأقل حظاً. وده بيوسع الفجوة بينهم؟ بالضبط. الفروق في التعليم، الدخل، القدرة على الوصول للتكنولوجيا واستخدامها، كل دي عوامل بتساهم في توسيع الفجوة المعرفية دي. يعني الإعلام ممكن يزيد المشكلة بدل ما يحلها أحياناً؟ ممكن يكون له الدور ده لو مفيش وعي ومحاولات لتقليل الفجوة دي، مثلاً بالتركيز على مواضيع تهم كل الناس أو تبسيط المعلومات. طيب، مع كل التأثيرات دي على معرفتنا وآرائنا، هل الإعلام ممكن يلعب دور في مشاعرنا كمان؟ يعني مثلا